سلام المسيح معكم خوتي. واحد الاخ اقترح علي ندير فيديو على الخدمه النبويه في الكنيسه، وذكرني انديريكتومون في الاهميه ديالها، وهو مشكور من هذا المنبر على هذه المبادره. الانبياء في العهد الجديد لعبوا دور مهم، كانوا اشخاص مختارين من قبل الرب باش يوصلوا رسائل للشعب ديالو وباش يفهموهم اراده الله. هاد لي ميساج كتقدر تجي على شكل رؤى او احلام او كلمات معرفه. كلمه الله كتقول في الرساله الى اهل افسس، وهو يعني الرب اللي عطى لشي وحدين باش يكونوا رسول، وشي وحدين يكونوا انبياء، وشي وحدين يكونوا مبشرين، وشي وحدين يكونوا مسؤولين بالكنيسه ومعلمين. هذا المقطع كيبين لنا ان الانبياء جزء من الخدمه الخماسيه، والمقصود ديالها تشجع المؤمنين وتقويهم. كاينين كنائس اللي كتعتقد ان الدور ديالهم سالا مع وقت الرسول، لكن كاينه من جهه اخرى طوائف مسيحيه اللي كتامن بان هذه الخدمه يعني الخدمه النبويه ما زالت مهمه وضروريه اليوم، وانها ما زال جزء من هيكله الكنيسه. كاينين 9 مواهب روحيه اللي كيعطي الروح القدس للمؤمنين، وهي موهبه الايمان والحكمه والمعرفه، موهبه الشفاء والمعجزات والالسنه وترجمه الالسنه والنبوه وتمييز الارواح. كل مؤمن مسيحي عنده على الاقل وحده من هذه المواهب. الروح القدس كيفرق المواهب على المؤمنين حسب الحكمه والاراده ديالو. الغرض ديال هذه المواهب هي باش يبنيو المؤمنين لبعضهم البعض. كل مسيحي عنده دور كيلعب في الكنيسه حسب المسحه والموهبه ديالو، وكل مؤمن عنده شي حاجه فريده كيساهم بها في الكنيسه. الرسول بولس قال ملي كتجمعوا كل واحد منكم كيكون عنده مزمور او تعليم او لسان او وحي او تفسير. لكن السؤال المطروح دابا هو كيفاش يقدر الواحد يكتشف الموهبه او المواهب الروحيه ديالو. كنلاحظوا ان الكتاب المقدس كيشجعنا نتمناو هذه المواهب، ولكن ما كيوريناش بالتدقيق اش خاصنا نديرو يعني بالتفصيل. ورغم ذلك كاينه شي حوايج معينه اللي نقدروا نديروها. مثلا، اولا الصلاه. الرب غادي يبين لنا المواهب ديالنا ملي كنطلبوه في الصلاه. الرسول بولس كيشجعنا على الرغبه في المواهب الروحيه، وكيقول تمناو المواهب الروحيه ولكن خصوصا باش تنبؤوا. لاحظ بانه كيركز هنا على موهبه النبوه، كيعطيها واحد الاهميه كبيره. ثانيا، خاص المؤمن يسول راسو اشنو هما المواهب ديالي. المواهب الطبيعيه ديالك كتعطيك فكره على، او كتقدر تعطيك فكره على المواهب الروحيه اللي عندك. اشنو مثلا الانشطه او المهام اللي انت كتفضل واللي انت كتهتمي بها اكثر. هذه اهتمامات يمكن كتدل على الدعوه ديالك في جسد المسيح. ما خصناش نساو انه لازمنا نكونوا نزعموا ونمارسوا المواهب الروحيه ديالنا لخدمه اخوتنا المؤمنين. وهكذا كتبدا المواهب كتطور وكتنضج. المواهب الروحيه كتكون مصحوبه بمسحه من الروح القدس، واذا بغينا مسحه قويه خاصنا نطلبوا وجه الرب، يعني نحجزوا شي اوقات ديال الصوم والصلاه في المحضر ديالو. موهبه النبوه هي واحده من الهدايا ديال الروح القدس، واللي كتعتبر من اهم المواهب. الرسول بولس تكلم على 9 المواهب، لكن كيشجعنا باش نشتاقوا لموهبه النبوه بصفه خاصه. وهادشي ماشي غريب، لان هذه الموهبه عندها تاثير وقوه وقدره غير عاديه. كلمة نبوة في اللغة الأصلية كتعني الكلام اللي ناتج من عند الله واللي كيعلن لنا الأغراض ديالو، سواء كيواسي به هادوك اللي كيعانيو أو كيحذر فيه الأشرار أو كيكشف به أسرار مخفية، بحال مثلا شي حدث غيوقع في المستقبل. دونك الشخص اللي كيتنبأ كيقول كلام مدفوع من روح الله. في سفر أعمال الرسل كنقراو مثلا على واحد النبي اسمه أغابوس اللي تنبأ من خلال الروح على واحد المجاعة كبيرة كانت غتجي. الرسول بولس كيوضح لينا الغرض من خدمة النبوة، وكيقول أما اللي كيتنبأ راه كيتكلم مع الناس باش يبنيهم ويشجعهم ويقويهم. إذا الغرض الأول ديال خدمة النبوة هو البنيان، وهذا المصطلح كيجي من الفكرة ديال البني ديال شي دار مثلا أو شي عمارة. دونك الغرض الأساسي من النبوة هو بنيان المؤمنين.
كاينين شي مفسرين اللي كيمثلوا البنيان بلا شارج، بحال الا نقولوا كتشارجي الباطري ديال البورطابل ديالك. اذا نقدروا نقولوا ان الخادم اللي كيمارس خدمه النبوه كيشارجي المؤمنين اذا صح التعبير، زعما كيشجعهم وكيقويهم. الغرض الثاني من خدمه النبوه هو التقويه والتشجيع. خدام الرب اللي عندهم هذه الموهبه او الوظيفه الروحيه كيلعبوا دور مهم في الكنيسه. الرسائل ديالهم كتركز على تقويه المؤمنين وكتبني الثقه عندهم. بزاف الاخوه كيعانيوا من مشاكل ماديه واجتماعيه، وخدمه النبوه كتجيب لهم، كتعطيهم تعزيه وتشجيع، كما كترشد هادوك اللي عندهم احساس بالارتباك او محتاجين الاجوبه. خادم الرب اللي عنده هذه المسحه وهذه الدعوه كتجيه كلمات او رؤى من الروح القدس اللي كتمكنه يقدم ارشادات وتوجيهات للمؤمنين وكيعاونهم على تمييز اراده الله. هذا الشيء كنشوفوه مثلا في اعمال الرسل، ملي الروح القدس تكلم من خلال الانبياء في كنيسه انطاكيا وعطاهم توجيهات يوصلوها للكنيسه فين كيرشدوها في المجهودات التبشيريه ديالها. لكن الروح القدس ما كانش كيتكلم غير في ذاك الوقت، لكنه مازال كيتكلم من خلال الخدام ديالو ليومنا هذا. واحد المره واحد خادم الرب استدعاني باش نعطي الكلمه او الخطبه كيف كنقولوا حنا في واحد الاجتماع ديالهم، كانوا غيديروه في واحد المدينه اخرى، وكان داك الاجتماع غيبدا مع الجوج في لابريميدي. لكن ملي جا داك اليوم في الصباح ديال داك اليوم خدنا واحد الوقت ديال الصلاه من اجل الاجتماع، وعلى غفله انطقات واحد الاخت بالروح وقالت لي بانني ما غنعطيش الخطبه في داك الاجتماع. قلت لها ما يمكنش، السيد استدعاني على هذا السبب، وكيفاش انت كتقولي لي لا ما غيطراش داكشي. لكن هي اكدت لي انها تلقات هذا الكلام من عند الرب. لكن ما عليناش، سافرنا حنا لديك المدينه وجينا الاجتماع، ومن بعد وقت الترانيم ناضوا المسؤولين وحطوا فيديو ديال الشهاده ديال واحد الاخ في عوض الاستماع الى الكلمه. على العجب داكشي اللي قالت ديك الاخت هو اللي فعلا وقع. السؤال واش داك الاخ المسؤول نسى بانه استدعاني باش نعطي الكلمه ولا تنادم مع الحال، الله اعلم، وماشي مهم. اللي مهم في هذه القصه واللي بغيت نوضح لكم منها هو ان الروح القدس مازال كيتكلم، والمواهب الروحيه مازال خدامه الى يومنا هذا. غرض اخر ديال الخدمه النبويه هو كشف اسرار هادوك اللي ماشي مؤمنين. الرسول بولس كيعطينا مثال ديال شي واحد ماشي مؤمن كيجي لشي اجتماع مسيحي، واثناء الاجتماع كتفضح الاسرار ديالو تما، وكيطيح وكيسجد لله وكيعترف باللي فعلا الرب كاين موجود وسطنا. اذا الخدام اللي كيمارسوا الخدمه النبويه كيلعبوا دور في التوبيخ والتنبيه، وكيشيروا الناس على حالتهم الروحيه والاخلاقيه، كما كيناديوهم للرجوع الى الله. هذا الشيء ما محدودش غير على هذوك اللي ما كيامنوش، لكن كيكون بعض المرات موجه كذلك للكنيسه منين كتحيد على اوامر الله. خصنا كمسيحيين نسعاو لخدمه مواهب الروح في الاجتماعات ديالنا، ولكن خصنا في نفس الوقت نعترفوا انه كاينه مواهب فري وكاينه مواهب فوق. كاين الشعير والتبن اذا بغينا نقولوا. ما خصناش نساو ان المواهب الروحيه كتفتح لينا بعض المرات العالم الروحي، هذاك العالم اللي ما كيتشافش، وكنبداو نشوفوا شي حوايج ما كتشافش وكنسمعوا شي حوايج ما كتسمعش. يعني اللي عاده كنبداو نشوفوا شي حوايج اللي عاده ما كتشافش، وكنبداو نسمعوا شي حوايج اللي عاده ما كتسمعش. لهذا خاصنا ديما نميزوا بين هذه الاشياء هذه ونفرقوا ما بين اللي من عند الله واللي ماشي من عند الله. يعني هذه مسؤوليه ديالنا حنا. كاين فرق بين موهبه النبوه الحقيقيه وعلم الغيب اللي كيمارسوه الشوافات. لهذا كيشجعنا الكتاب باش نميزوا لي ميساج النبويه اللي كتجينا عن طريق الخدام. الرسول بولس كينصحنا في رسالته الى ال تسالونيكي باش ما نحتقروش كلام النبوات، ولكن كيذكرنا في نفس الوقت باش نجربوا او نميزوا كل شيء. كاينين جوج حوايج اللي نقدروا نديروا باش نحكموا على اي نبوه. اولا خاصنا نتساءل واش هاد النبوه كتمجد المسيح ولا لا. المسيح قال ان الروح القدس غادي يمجدو. اذا كانت هاد النبوه من عند الله فانها غتوجه الناس للمسيح. لذلك كنقدروا ايفاليو ندير واحد ايفاليواسيون ديال الاشخاص والنبوات ديالهم حسب الموقف ديالهم تجاه المسيح. ثانيا خاصنا نتساءل واش هاد النبوه كتتفق مع الكتاب المقدس ولا لا.
إذا كانت نبوة حقيقية غادي تكون متماشية مع كلمة الله، لأن الروح والكلمة متوافقين. عمر الروح القدس ما غيعطيش ميساج كيتعارض مع كتاب الله. إذا في سبيل المثال، إذا شي واحد كيظن أن الرب تكلم ليه عن طريق شي خادم بأنه مثلا بأنه خصو يطلق مرته لسبب أو آخر، فواضح هنا أن ذاك الكلام ماشي من عند الله. علاش؟ لأن الرب كيبغى الطلاق، كيقول الكتاب المقدس. زعما الرب كيبغى الطلاق، ما يقدرش يقول لك طلق مرتك وهو ما كيبغيش الطلاق. كاينين مؤمنين اللي دخلوا في زواج مع اشخاص معينه بناء على شي نبوه ظنوها من عند الله، لكن من بعد كيلقاو حياتهم ولا جحيم نتيجه لذاك القرار. في 2020 كانوا شي رعاة ومبشرين تنبؤوا بان دونالد ترامب غادي يربح الانتخابات الامريكيه، لكن في اخر المطاف جو بايدن هو اللي فاز بها. شي وحدين من هاد القاده اعترفوا بان هذيك النبوات كانت خاطئه، لكن شي وحدين اخرين رفضوا يعترفوا بالخطا ديالهم وحاولوا يفسروا ديك النبوات بطرق مختلفه، مما زاد من الارتباك عند الناس. الخدمه النبويه باقا جزء مهم من حياه الكنيسه اليوم، والخدام اللي كيمارسوها كيلعبوا دور مهم من خلال البنيان والتوجيه والتوبيخ والتشجيع ديالهم للمؤمنين. ولكن خاص خدمه النبوه تكون مصحوبه بالحكمه والمحبه، حيت اذا كانت مدفوعه باغراض غير نقيه او الشخص اللي كيمارسها ما كيكونش ناضج في الايمان، فكتقدر تسبب فوضى وسط الكنيسه. ولكن ملي كتمارس بحكمه ومحبه كتحقق اشياء عجيبه وغريبه. سؤال اخر مطروح هو واش الخدمه النبويه ضروريه اليوم؟ والجواب لهذا السؤال هو اذا كانت الخدمه النبويه ضروريه في الكنيسه الاولى، فعلاش ما غتكونش ضروريه في الكنيسه ديال اليوم؟ لان الكنيسه محتاجه لها اليوم كذلك. على داك الشيء كان الرسول بولس مدافع كبير ديال هذه الخدمه النبويه، وكان كيشجع المؤمنين باش يتمناو موهبه النبوه. كنتمنى خوتي ان الفيديو عطاكم واحد الفكره ولو بسيطه على الخدمه النبويه، وشجعكم تسعاو لموهبه النبوه العجيبه. الى اللقاء في فيديو اخر، والرب يبارككم.